السؤال البسيط جدا المنطقي جدا، لو كانت رزية الخميس إساءة إلى النبي، فلماذا علي لم يرد هذه الإساءة، ولا فاطمة ولا الحسن والحسين؟ ولو قال الشيعي علي لا يتكلم في حضرة النبي، لا. هل فعلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه استطاع أن يمنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كتابة الكتاب الذي يحفظ الأمة من الضلال، بعدما وعد الله عز وجل لنبيه أن يعصمه من الناس في القرآن فقال والله يعصمك من الناس؟ فهل عمر والعياذ بالله استطاعت إرادته أن تغلب القدرة الإلهية؟ خلينا نسمع أحمد سلمان ثم بعد ذلك نعلق على هذا الفيديو. النبي صلى الله عليه وآله قبل 3 أيام من وفاته فقط قال ائتوني بكتف ودوات. الكتف يعني جلد، ودوات ريشة، أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فقام رجل ومعه جماعة، مش نقول لك الألفاظ الموجودة. قام رجل عادي ولا واحد من القراب الصحابة؟ من القراب جدا. مش نذكر لك الألفاظ الموجودة. قال ما له أهجر، شبيه هذا خرف، هجر من الهجران، استفهموه أهجر، شوفوه هذا خرف. فكرهها، رواية أخرى فكرهها فلان فخالفه عليها فلان، نفس الفلان نفس الفلان، فعارضه فلان حتى منعه. أنا أحس أن الروايات هذه كلها شيعية. لا، أنا قلت لك من البخاري ومسلم، واسم الرواية قيدها عندك، رزية يوم الخميس. عبد الله بن عباس ابن عم الرسول صلى الله عليه وآله كان إذا تذكر هذه الحادثة يبكي حتى يبل دمعه الحصى. شكون عنده الجرأة يمنع الرسول من الكتابة؟ ويقول للمشاهد، ويقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين من حال بين كتابتي بين رسول الله وبين كتابة كتابه. يقول أعظم مصيبة حلت علينا هي أنه تمنع الرسول من أن يكتب هذا الكتاب. به واضحة بالنسبة لك، مش العقلية السنية كتجي قالت هذا شخص مهم من نجموش زادا نتهموه. قالوا والذي فعله هذا فلان هو الصحيح كمنع الرسول، وهذا من فقهه، هذا عالم. علاش؟ قال لأنه لو كتب النبي الكتاب لسد باب الاجتهاد، واحنا في حاجة للاجتهاد. السلام عليكم أحبتنا الكرام. طبعا هذا الكذاب المفتري يدعي أن الصحابة اتهموا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالهذيان أي بالتخريف والعياذ بالله، ولم يفسر هذا أحد من أهل العلم. كل ما في الأمر أن ابن عباس رضي الله عنه تحدث بهذه الرزية في سنة 61 هجريا، يعني لما جاءت الفتن وظهر رجل اسمه عبد الله بن سبأ اليهودي وأظهر التكفير في صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن رزية الخميس الذي رووها عن ابن عباس راويين عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسعيد بن جبير، وكلاهما ولد سنة 45 هجريا، يعني بعد موت أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية رضي الله عنهم. وهذا دليل على أنه لما ظهر التكفير في الصحابة أراد ابن عباس أن يشير إلى أن أفضل الصحابة أبي بكر وعمر، وليس هذا بقولي، بل أن أول من قال بفرض إمامة علي بن أبي طالب. وهذا جاء في كتاب فرق الشيعة للنبختي الشيعي، وجاء أيضا في كتاب الفرق والمقالات لابن بابويه القمي الذي قال أن الفرقة تسمى السبائية وهم أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي، وهو أول من أظهر الطعن في أبي بكر وعمر وعثمان، وهو أول من قال أن لكل نبي وصي، وأن وصي النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو علي بن أبي طالب. فهو أول مخترع لمسألة أن النبي لابد أن يكون له وصي بعد موته. وده كلام مؤكد أن عبد الله بن سبأ اليهودي كان موجود في شيعة علي بن أبي طالب وكان يدس الفتن بين الناس. والدليل الواضح على ذلك أنه جاء في فقه الحدود للسيد عبد الكريم الأردبيلي الشيعي أنه قال أن عبد الله بن سبأ اليهودي لما ادعى الألوهية في علي بن أبي طالب أحرقه بالنار. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين للناس جميع ما يتعلق بالحلال والحرام في حجة الوداع، وهذا باعتراف كتب السنة وكتب الشيعة أيضا، لأنه جاء في كتب السنة برواية صححها الشيخ الألباني أنه ليس من شيء
يقربكم من الجنة إلا وقد أمرتكم به، وليس من شيء يباعدكم عن النار إلا وقد نهيتكم عنه. وجاء في كتاب الكافي للكليني، وكذلك جاء في كتاب مرآة العقول. والرواية قال المجلسي موثق، والموثق عندهم حجة كالصحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب في حجة الوداع، يعني قبل موته بفترة، قال والله ما من شيء، النبي يقسم، ما من شيء يقربكم من الجنة إلا وقد أمرتكم به، وما من شيء يباعدكم من النار إلا وقد نهيتكم عنه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل مرضه بفترة في حجة الوداع بين للناس كل ما يتعلق بالحلال وكل ما يتعلق بالحرام، وما يقرب من الجنة وما يباعد من النار، فهذا دليل على أن النبي أراد أن يكتب أشياء أصلا موجودة، فأراد النبي أن يذكر بها أو يؤكد عليها. فلو سألتنا نحن كأهل السنة، عندنا رواية النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فنحن بفضل الله عز وجل على هدى. ولكن الشيعة الإمامية عندهم علي بن أبي طالب والرسول والحسن والحسين، كل هؤلاء عندهم كما جاء في كتاب الكافي للكليني، وصحح الرواية المجلسي عندهم في كتاب مرآة العقول. وكانت الشيعة قبل أن يكون أبو جعفر وهم لا يعرفون مناسك حجهم ولا حلالهم ولا حرامهم، حتى كان أبو جعفر فعلمهم الحلال والحرام، يعني في زمن علي والحسن والحسين رضي الله عنهم لم يعلموا الشيعة الدين، وهذا دليل على أنهم كانوا يبغضوا شيعتهم، وكان أهل السنة يتعلمون منهم. يقول الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: وأما كلام عمر رضي الله عنه فقد اتفق العلماء المتكلمون في شرح الحديث على أنه من دلائل فقه عمر رضي الله عنه وفضائله ودقيق نظره، لأنه خشي أن يكتب صلى الله عليه وآله وسلم أمورا ربما عجزوا عنها واستحقوا العقوبة عليها، لأنها منصوصة لا مجال للاجتهاد فيها. فقال عمر: حسبنا كتاب الله، لقوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. لكن علماء الشيعة عندما يعتذرون لعلي بن أبي طالب يقولون: لو أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثبتت له قدماه أقام كتاب الله والحق كله. وهذا دليل على أن علي بن أبي طالب عند الشيعة لم يقم كتاب الله عز وجل ولم يقم الحق كله، مع أنه كان خليفة للمسلمين. إذا لماذا ابن عباس رضي الله عنه عند أهل السنة بكى وقال أنها الرزية؟ إليك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه، يقول: وهذا ثبت في الصحيح. وقال ابن عباس: الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين أن يكتب الكتاب، فإنها رزية أي مصيبة في حق الذين شكوا في خلافة أبي بكر رضي الله عنه وطعنوا فيه. وابن عباس قال ذلك لما ظهر أهل الأهواء من الخوارج والروافض ونحوهم، وإلا فابن عباس كان يفتي بما في كتاب الله عز وجل، وهذه رواية صحيحة. فإن لم يجد في كتاب الله فبما في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن لم يجد في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فبما أفتى أبو بكر وعمر، يعني يقول بفتوى أبي بكر وعمر. وهذا ثابت من حديث ابن عيينة عن عبد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس. ومن عرف حال ابن عباس علم أنه كان يفضل أبا بكر وعمر على علي رضي الله عنه. أما قوله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيل له إنه لا يهجر أي يخرف والعياذ بالله، هذه ما قال بها عالم من أهل السنة. حتى الإمام النووي قال أن كلمة أن النبي يهزي استحالة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإليك الإمام النووي في صحيح مسلم وهو يؤكد أن الإمام مسلم كان يبدأ الرواية بالأقوى ثم الأدنى، والمرجح هي كلمة ما له أو ما شأنه أهجر على صيغة الاستفهام، وليس يهجر بمعنى الهزيان والتخريف والعياذ بالله. ويأتي الشيعي ويقول لك أن عمر بن الخطاب والعياذ بالله استطاع أن يمنع النبي. لو كان هذا الكتاب وحيا من الله عز وجل لكتبه النبي. كفار قريش قالوا عليه مجنون وقالوا ساحر وقالوا كاهن، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغ دعوته. بل جاء في نهج البلاغة الكتاب الشيعي أن عمر بن الخطاب قال علي بن أبي طالب أنه أقام السنة وخلف البدعة، بل قال علي بن أبي طالب: ليس بعدك مرجع يرجعون إليه يا عمر. فخلاصة القول أيها الأحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب أشياء هي مكتوبة وموجودة، وحصل اختلاف من الصحابة، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قوموا عني. الشيعة تفسر كلمة قوموا عني أنها الطرد، ولم يفسر أحد من علماء أهل السنة أن هذا معناه الطرد والعياذ بالله. والعجيب والغريب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينطق على الصحابة لا بكفر ولا بشرك ولا بنفاق. ويأتي الشيعي لكي يتجاوز
يتجاوز على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الصحابة بهذا الكلام. السؤال البسيط جدا المنطقي جدا، لو كانت رزية الخميس إساءة إلى النبي فلماذا علي لم يرد هذه الإساءة، ولا فاطمة ولا الحسن والحسين؟ ولو قال الشيعي علي لا يتكلم في حضرة النبي، لا، جاء في صلح الحديبية متفق عليه بين السنة والشيعة أن علي بن أبي طالب قال ما أمحو اسمك من النبوة. فلماذا سكت علي ولم يقدم الكتاب وهو المكلف في التراث الشيعي أن يعطي للناس الدين ويعلمهم؟ والسلام عليكم.